المخدرات يا حضرة الضابط؟ مخدرات ايه؟ ايه امال كنت بتدور على ايه؟ هو ما جالكيش النهارده؟ هو مين ده؟ هتستعبطي عليا يا ورده؟ مساء الخير يا كمال افندي. مساء الخير. ازيك يا شلبي؟ الله يسلمك. انتوا عاوزيني؟ هتستعبط عليا انت كمان؟ ولا استعباط ولا حاجه يا كمال افندي. قول لي انتوا عاوزيني؟ انتوا عارفين احنا عايزين مين؟ الغريب. انتوا مش ماسكينه امبارح ومحبوس؟ لا هرب. ايه؟ وازاي تسيبوه يهرب يا فندم؟ انت بتعملي ايه؟ مروحة. انت ما سمعتش؟ ولا يهمك، انت خلاص بقيتي حرة يا وردي وانا جنبك اهو. مفيش حد هيقدر يهوب ناحيتي. الكلام ده تقوله طول ما هو في السجن، انما ما دام هرب انا مانيش حرة نفسي. انت لسه بتخافي منه؟ كل الناس بتخاف منه، انت بتخاف منه. انا بخاف منه؟ ده انا شلبي يا وردي. ايوه الكلام ده تبقى تقوله لما يبقى يحاسبك. يحاسبني؟ ايوه مش انت اللي مبلغ عنه يا بطل؟ عشان يخلالنا الجو يا وردي، وهو كده اهو. هرب يا حدق من هنا ورايح، انت في ناحية وانا في ناحية، فاهم؟ اوعى كده في دراعي. الحمد لله على السلامة يا سي حسن، البلد نورت بوجودك يا عم جبلاوي. يا سلام، سنة بحالها الواحد يغيب عن البلد ويرجع يلاقي كل حاجة زي ما هي. سنة انقلبت فيها الدنيا وحصل 100,000 حاجة، وبرضه ارجع الاقي النخلة المايلة مايلة وبيتها ابو ابراهيم من غير شبابيك والعيال لسه بتلعب. ايه دنيا. يا ترى اخبار البلد ايه يا عم جبلاوي؟ كله كويس يا سي حسن. الحاج محمد ابو مصطفى تعيش انت ايه؟ وشنيطي خدوه السرايا الصفرا، وبدا وفندي ناظر المدرسة اتجوز. بس في خبر كده مش ولا بد. خبر ايه يا عم جبلاوي؟ بيقولوا الغريب ابو محمد هرب من المركز. مين الغريب ده؟ ما تعرفوش يا سي حسن؟ حد ما يعرفش الغريب يا ناس؟ مش فاكر لما كنت بتيجي عندي واعمل لك الشاي واحكي لك على اولاد الليل؟ اهو ده يا سيدي اجدع واحد فيه. مجرم يعني؟ مجرم وبس،
ده قتال قتله وقاطع طريق ومدوخ الدنيا بحلقه. ومن ساعة ما هرب والناس بتمشي تتكعبل من الخوف. بس مش كل الناس يا عم جبلاوي، في ناس ولاد ليل قدام ما يخافوش ابدا. ايه يا سي حسن، وربك تاب علينا من زمان والقشه بقت معدن، وربنا يخلينا الست الوالده بسطانه وكرمانه والحمد لله رضا. شي انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن. ما هو يا ست هانم لو ندفع نص الايجار دلوقتي والنص التاني بعد ما نلم الجط ده كلهم 3 اشهر ولا 3 ايام. ما يا ست هانم احنا عاوزين القرشين عشان نجيب لهم البذري. غير الكيماوي وهم الدودة. بلاش كلام فارغ، بدل ما تصرفوا فلوسكم على الشاي الاسود والمعسل ابقوا وفروهم وادفعوا للناس حقوقها في ميعادها. ما هو يا ست هانم هي كلمة، إذا ما كانتش فلوسي هتوصلني على داير مليم يبقى عقد الإيجار بتاع السنة الجاية مش هجدده معاكم، مفهوم؟ مفهوم يا ست هانم. السلام عليكم. مع السلامة. ايه الزيطة دي يا بنت؟ اصل حسن وصل يا سيد. لا يا شيخة، تقومي تعملي الدوشة دي كلها؟ انت فاكرة نفسك فين؟ في الغيط؟ امشي من هنا قليلة أدب. صباح الخير يا ماما. الحمد لله على السلامة. وحشتيني قوي قوي يا ماما. مالك يا ماما؟ في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، فرحانة قوي يا أخويا عشان سقطت. اصل والله العظيم يا ماما الامتحان كان صعب خالص. وش معنى سلوى نجحت؟ ما هو اصل سلوى بقى ما هياش خايبة زيك. ابدا يا ماما والله. الحق عليا انا، ما كانش لازم اسيبك في مصر وحدك، ضروري ما تلميت لك على شلة علمتك الزواغان والصرمحة. انا يا ماما؟ اسمع، انت طول الاجازة دي لازم تذاكر، مش عايز ده ولا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة علشان تعوض اللي فاتك. حاضر يا ماما. واعمل حسابك لازم تخلص الكلية بأي طريقة. انا تعبت، عارف يعني ايه انا تعبت؟ لازم تيجي تستلم الارض وتبشرها. انا استلم الارض؟ لا انا. انت ايه هتفضل طول عمرك عيل مش عايز تبقى راجل؟ حاضر يا ماما. اطلع نام. بس يا ماما مش جاي بقول لك اطلع نام. يا ماما لسه بدري. ما اخلص. الليله دي عاملين حفله بمناسبه نجاح سلوى وطبعا لازم نروح نبارك، مش كده؟ اتفضل اطلع نام. حاضر عن اذنك. يا ستي كفايه بقى، ما انت عاجباه من غير حاجه. هو مين ده؟ ايه حبيب العمر. يا سلام عليك يا سناء. طب يلا بينا بقى، ما يصحش نسيب الناس ونقعد نتكلم كلام فارغ. الفارغ قال اوعدنا يا رب. يا بنت بطلي شقاوه. عقبال ما نبارك لك يوم فرحها وفرح حسن كمان بحياتك ان شاء الله. يا ستي اهلا، ازيك يا طنط؟ الله يسلمك، الف مبروك يا حبيبي. يا طنط ازيك يا حسن؟ كويس. سلوى، انت بتدوري على حد؟ ايوه بدور على واحده صاحبتي. مين دي؟ واحده ما تعرفهاش يا اخي؟ حسن كمان مساء الخير. ايه اللي اخرك كده؟ اولا مبروك على النجاح.
ميرسي. ثانيا الحقيقه كان عندي شغل مهم خالص وما كنتش حاجه، انما بقى عشان خاطرك. يا خبر، والله كنت ازعل منك ولا اكلمكش طول عمري. تعالوا بقى. يا اخي والله انت هتجنني. لما انت يا ابني بتحبها ما تقولهاش ليه؟ ايوه صحيح يا اخي، ما تقولهاش ليه؟ عندك مثلا انا وحبيبتي زهيره. يا اخي تنيل النبي تتلاقي على زعزعه القصب بتاعتك دي لا كمان. لا 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 الا زهيره. ولا اقعد ساكت، خلينا نتكلم في المهم. خالص. اسمع يا حسن، انت يا ابني مش بتحب سلوى وعايز تتجوزها؟ ايوه يا مجدي، بس يا جماعه مش اتخرج الاول؟ يا ابني كلها سنه وتتخرج وتاخد الليسانس، ومفيش بقى مانع انك تخطبها من دلوقتي، مش هيجرى حاجه. بس يعني تفتكر انها هتوافق؟ ليه لا؟ انت وهي قرايب ومتربيين سوا من صغركم وزملاء في كليه واحده. بالظبط. عندك مثلا انا وحبيبتي زهيره. يا اخي تنيل ما تنسد يا سميلة انت. خلينا في المشكله دي. مشكله ايه يا سي مجدي؟ جواز ايه وحب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ حياه والدك توفر العقد دي لنفسك. بلاش كلاكيع. الحكايه بقى فيها كلاكيع. يلا بينا احنا بقى يا عم نشوف جونا. يلا مكلكع. افهمني يا مجدي بس، اصل انا خايف لو قلت لها اني بحبك وعايز اتجوزك بعدين ترفض يا مجدي. وماله؟ تبقى برضه رسيت لك على حل، بدل ما انت مشعلق نفسك كده في حبال الهوا ومش عارف ان كانت بتحبك ولا لا. اسمع يا ابو علي، انا هنصحك نصيحه يا ابني. افرد صدرك وخش جامد، وابقى ادعي لي لما سلوى تبقى مراتك. عن اذنك. أنستنا وشرفتنا يا سيد كمال. الله يحفظك يا عم. متشكر قوي. اللي قول لي يا كابتن، انتوا قبضتوا على الغريب ولا لسه؟ ان شاء الله. اصل الحقيقه الظروف خدمته المره دي، انما نسيره هيقع في ايدينا. ازاي؟ لا ازاي دي بقى، ده سر المهنه. استاذن انا بقى. ما هو بدري. لا معلش، مش معقول ده انت لسه جاي. انت عارفه ظروف عامل ايه. المهم ان شرباتنا نجحت ما فاتنيش. سعيد. مع السلامه. الله يسلمك. كمان كمان. خد بالك من نفسك يا كمال. حاضر. كمال ابقى طمني عليك. ان شاء الله. سعيد. مع السلامة. الله يسلمك. جايه. اتلحلح بقى، ما تبقاش واقف كده كملوح. بتدور على ايه يا حسن؟ الله، مالك؟ سلوى. نعم. سلوى. نعم. ولا حاجه. وحياة النبي خايف. وراها يا اخي. سلوى ايه مالكم؟ الحقيني، زهيره زعلانه. الله، يلا بينا يا حسن. ما لسه بدري يا طنط. بدري من عمرك يا حبيبتي. معلش انت عارفه ان انا احب انام بدري. طب والنبي خلي حسن يقعد معانا شويه. ايوه حياتك يا طنط عشان خاطري. وبعدين معاكوا يا اولاد، ما انتوا عارفين البلد واللي حاصل فيها. لو قعد معاكوا واتاخر يبقى هيروح لوحده. ما هو مش هيروح لوحده يا طنط. احنا كلنا هنوصله لحد البيت كده. طب ايه رايك يا حسن؟ اللي تشوفيه يا ماما. اقعد معاهم يا حبيبي. ميرسي يا طنط. حسن ايوه يا ماما. اسمع، اذا لقيت نفسك هتتاخر ومفيش حد يوصلك اعمل لي تليفون ابعت لك الجبلاوي يجيبك. مفهوم؟ مفهوم يا ماما. امسك. الف مبروك يا سلوى. ميرسي يا طنط. تصبحوا على خير يا اولاد. مع السلامه يا طنط. بقى معقول هتقعد دلوقتي؟ انت حد يا يجي له نوم في ليله زي دي؟ انت يا ست شخصيا مش هيجيلك نوم، لانك ناجحه في الكليه وناجحه في اللي بيطاردوا الغريب وناجحه في حاجات كتير. لا بجد والله يا مجدي، نقعد شويه يا اخي. ايه اللي بتقوليه ده يا سلوى؟ نقعد ازاي؟ دي ماما زمانها قلقانه عليا. مش قلنا هنوصلك يا حسن؟ انت اصلك يا سلوى ما تعرفيش شجاعه ابو علي في المواقف اللي زي دي. اسمع يا مجدي، ليه من لسانك احسن لك؟ انا اشجع منك ومن 60 واحد زيك. يا اخي والنبي تتلهي، ده احنا 10 اهو رايحين نوصلك وبرضه تلاقيك خايف وميت في جلدك. انا خايف من ايه؟ من الغريب، يعني هيكون من ايه؟ ده انت يا ابني ساعه ما سمعت انه هرب والدم هرب من وشك. انت كذاب، 60 كذاب. انا ولا 100 غريب يهزوا شعر في راسي. حلاوتك يا ابو علي يا عتره، يعني لو طلع لك هتشخط فيه بالشكل ده؟ انا شخصيا لو طلع لي
اصوت، انما انا بقى لو شفته اعمل عيش واقول الحقيقه زعيمه. جبنه، كلكم جبنه. انا شخصيا نفسي اشوفه واقابله. ده بني ادم زينا يا جماعه، انتوا فاكرينه ايه غول؟ ابو علي يا جامد، كده الفتوانه ولا بلاش؟ افهم من كده يعني ان احنا لو ما كناش هنوصلك كنت تقدر تروح لوحدك. بشرفي، لولا اني خايف لا اتاخر ما كنت خليتكم توصلوني. انت فاكر كل الناس زيك؟ تراهن على ايه؟ على انك ما تقدرش تروح لوحدك؟ تراهن. ايوه راهنك، ما راهنش ليه؟ جنيه اهو. ايه يا جماعه الهزار السخيف ده كلام انت صدقتيه يا شيخه؟ انا ما بهزرش. وانا كمان ما بهزرش. يبقى نتراهن على 5 جنيه. ده حجة بقى اللي مش عايز. اسمع يا حسن، لو كنت جدع طلع جنيه زي ده ونديهم الاتنين لسلوى، واذا روحت لوحدك ترجع الصبح تاخدهم الاتنين يبقوا حلال عليك. ادي جنيه اهو، خليكم شاهدين. خد يا سلوى. وادي الجنيه بتاعي كمان. وانا كمان معاكوا جنيه اهو، ورينا شطارتك بقى يا سي حسن. وانا كمان جنيه، خد. لا انتوا باين عليكم اتجننتوا. بقى معقول حسن يروح لوحده وفي واحد زي الغريب في البلد؟ انا لا يمكن اوافق على كده. اسمعي يا سلوى بقى، احنا اتفقنا خلاص، تخليكوا انتوا على هنا. تصبحوا على خير. حسن استنى عندك، اذا ما كنتوش انتوا هتوصلوه انا هنده لبابا يوصله بنفسه. يا سلوى ما تعمليهاش حكايه، اصل هم لما بيشوفوني بعامل ماما كده بيفتكروا اني جبان وخواف، لكن انا بعملها كده احتراما ليها. انا مش خواف يا سلوى. انا عارفه ومتاكده يا حسن، بس مفيش داعي تعرض نفسك للخطر ويمكن للموت كمان. لا بس انا عايز اوريهم انهم هم اللي خوافين مش انا. تقدر تعملها يا سي فتحي؟ انت عايز صراحه؟ ما اقدرش. تقدر تعملها يا سي شكري؟ انا ما اقدرش. تقدر تعملها حضرتك؟ ولا حتى لو كان الغريب مش في البلد، ده الدنيا ضلمه ظلام يا ابني. مش بقول لكم جبنه؟ تصبحوا على خير. حسن يا حسن تعالى يا ابو علي تعالى. ايه الحركات دي؟ بس سيبوه، وحياتكم بعد دقيقه واحده لا هتلاقوه راجع جري. استنوا. عايز ايه؟ شاطر ولد. مين انت؟ انت مين؟ أنا غريب. انت غريب؟ والله الغريب. وبتقول ولا ليه؟ انا مش ولا شاطر، انا راجل. ودي طريقة كلام دي؟ ما تقول سلام عليكم يا اخي، ما تقول سلام عليكم. الله. انت تبقى ابن مين يا شاطر؟ ما تقوليش يا شاطر، انا ابن المرحوم عثمان افندي. الله يرحمه، كان راجل طيب. قرب هنا، قرب كمان كمان، ما تخافش. انا مش خايف اهو. تعال ورايا. تعال هنا، قلت لك تعالى تعالى. ما تخافش.
ما بشربش. تشرب. تشرب. ده غاب قوي. ايه رايكم؟ استنى كمان شويه. استنى يا سلام. ما هو كله منك، طبعا لازم نستنى. تشرب سجاير ليه؟ مش عيب؟ مش انت اللي اديتها لي؟ تسمع كلامي ليه؟ طب اعمل ايه بس؟ أقول ما تخافش، أنا جعان. انت جعان؟ أي. تحب تاكل ايه؟ أي حاجة تلقاها، وإن كنت تقدر هاتلي معاك علبة دخان وحجر بطارية. بس كده؟ حاضر. حسن، كلام رجالة. انت زعلت مني؟ ايوه. ما تزعلش، روح وقابلني على الخص اللي هناك. يعني انت مش همك مني اي حاجة؟ روح. ما انتش خايف مني؟ روح. كويسة قوي قوي دي يا مجدي. يا جماعة متشكر قوي، متشكر قوي. مع السلامة، مع السلامة يا مجدي. مع السلامة يا فتحي، متشكر قوي انكم وصلتوني. تصبحوا على خير. مع السلامة يا جماعة، تصبحوا على خير. ياللي زرعتوا البرتقال يلا اجمعوا. مين؟ انا حسن يا ماما. انت لسه جاي؟ اتأخرت كده ليه؟ معلش الصباح رباح. تصبحوا على خير. انت متأكدة انه ما رجعش البيت؟ ايوه يا كمال متأكدة. يوه، ايه الناس اللي ما عندهاش ذوق دي؟ في حد يضرب تليفون في الساعة دي؟ الو. ايوه يا كمال. لا معلش، حسن هنا من بدري. طبعا متأكدة، ده انا مكلماه بنفسي. ليه؟ في حاجة؟ لا ابدا، ما فيش حاجة يا عناية هانم. انا بس بطمن عليه. انا اسف لازعاجك. متشكر قوي. تصبح على خير.
عم غريب، عم غريب. تعال هنا، محدش هيضربيني ابدا. وريني، عفارم عليك. اقعد. يا دي للنبي، فرخه بحالها. بصري كده ليه؟ اصلي مش مصدق نفسي. ليه؟ مش مصدق اني قاعد الساعة 3 الصبح مع الغريب اللي رعب الدنيا ومخلي البلد تنام من المغرب. تعرف يا عم غريب، انا لغاية دلوقتي مش قادر اتصور، ما تزعلش مني، انك بني ادم زينا. امال انا هكون ايه؟ عفريت؟ لا يعني لا سمح الله، انما حاجة كده زي الغول اللي يقرب منك لازم تاكله. ودلوقتي غيرت رايك؟ برضه لسه مش مصدق نفسي. جبت لي معاك السجاير والحجاره؟ مال، ادي السجاير وادي حجر البطارية. اديني سجارة. قلت لك ما تشربوش. انت ما بلغتش عني البوليس؟ البوليس؟ وبلغوا ليه؟ انا مش راجل مجرم وهربان وخطر على الامن، وكان لازم تبلغ عني. بس انت امنتني، ومن امنك لم تخون. حتى لو كان اللي امنك مجرم؟ حتى لو كان مجرم، انا ساعتها ما بقاش بخونه، ابقى بخون نفسي. الكلام ده ما يقولوش الا راجل. انت راجل يا حسن، عفارم عليك. بس انت ازاي امنتني؟ صحيح ازاي؟ اذا كنت عايش عيشة زي اللي انا عايشها دي، وحياتك تبقى متعلقة بكلمة يقولها واحد، يبقى تتعلم من بصة واحدة للشخص اذا كان ده تأمنه ولا تقتله. يعني لو ما امنتنيش كنت هتقتلني؟ غريبة؟ لا ابدا، مش غريبة ولا حاجة. ده انا من ساعة ما كلمني عنك عم جبلاوي وانا نفسي اقابلك، نفسي اشوفك. يلا يا حسن، روح انت قبل ما يعرفوا في البيت انك مش موجود. انا هوصلك لغاية اخر الكوبري، وخلي بالك محدش يشوفك لو انت جاي ولا انت رايح. الاكلة دي هتكفيني لغاية بكرة بالليل. تقعد 24 ساعة من غير اكل؟ ويمكن 3 ايام. طيب اشوفك فين بكرة؟ عايز تشوفني تاني يا حسن؟ اعمل معروف، بلاش نتكلم في الموضوع ده، ادي انت جربتني وعرفت. طب ما نتقابلش هنا، هنتقابل في حتة تانية اوريها لك واحنا ماشيين. انت لسه ما نمتش ولا ايه؟ الله، انت جيت امتى؟ جيت من بدري يا ماما، بس مش جاي لي نوم. لا يا حبيبي، حاول انك تنام بقى، تصبح على خير. ماما. نعم. لو سمحتي، كنت بس عاوز اقول لحضرتك حاجة مهمة. خليها للصبح. اصلها مهمة قوي قوي يا ماما. طب قول. انا ايه مالك بتلهلي كده ليه زي اللي عامل عاملة؟ انا عايز اتجوز. ايه؟ تتجوز؟ حضرتك شايفة يا ماما اني كبرت، واحسن حاجة للشاب لما يكبر انه يتجوز. ايه رأيك يا ماما؟ يا سلام، وانا في ديك الساعة لما اشوف ابني عريس وصاحب بيت. يعني موافقة يا ماما؟
قوي قوي يا روح ماما. بس ياك قالك العروسة اللي تليق بمقامك ومركزك. انا لقيتها. كمان لقيتها؟ لا عال. ها وتبقى مين بقى؟ سلوى. سلوى؟ ايه رأي حضرتك؟ مش كويسة؟ كويسة قوي. وانت هتلقى زيها فين؟ واتكلمتوا مع بعض في الحكاية دي؟ لا والله يا ماما ابدا. ليه ما كلمتهاش؟ ما هو البركة في حضرتك بقى، تروحي وتطلبي ايدها. وتفتكر هيوافقوا؟ وايه المانع يا ماما؟ مش تستنى لما تتخرج قبله؟ كلها سنة واحدة واتخرج واتوظف، وما فيهاش حاجة يا ماما لما اخطبها من دلوقتي. لا ده انت مفكر في الحكاية دي كويس قوي. انا شايف يا ماما اننا هنكون سعداء مع بعض، انا وهي قرايب ومتربيين سوا وبندرس في كلية واحدة، يعني فاهمين بعض قوي. بيتهيألي يا ماما اننا عقل واحد، روح واحدة متقسمة نصين. ياه ده انت بقيت شاعر كبير قوي. هتروحي لهم امتى يا ماما؟ ومستعجل على ايه؟ اصل بصراحة يا ماما انا بحبها قوي. بس بلاش كلام فارغ. هو ده اللي اتعلمته في مصر؟ هو انا بصرف عليك في الجامعة علشان تيجي في الاخر تتبجح وتقول قدامي انا بحب وعايزة اتجوز؟ يا ماما اخلص. بدل ما تفكر في الحب والجواز فكر في مستقبلك، فكر في السنة اللي هتعيدها تاني. الجواز يا شاطر ما يقدروش عليه غير الرجالة مش العيال اللي زيك. اتفضل يا حضرة العمدة. تمام يا حضرة العمدة؟ تمام يا احمد. استاذن انا بقى. مع السلامة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. في يا عم حسين؟ غرض اقول يعني ان الغريب اتاخر ويظهر انه مش جاي. اتفضلوا. لا معلش احنا هنستنى شويه كمان. دي انا حر بقى. اتفضلوا. انت خايف يا عم حسين؟ ده نجي هنا دلوقتي ولقاكم يقتلني. اسمع يا عم حسين، الخوف ده مش هينفعك، بالعكس ده هيخليه يتفرعن اكتر واكتر ويطمع فيك، وزي ما خد منك في الاول هيفضل يطلب وتديله، يطلب وتديله. وما تنساش يا عم حسين انك بتخدم العدالة. مين؟ انا سيد.
عايز ايه؟ العمدة بعتني بشوال ذرة عشان اطحنه وعنده عزومة بكرة. روح قول له مفيش طحين الليلة، قول له كده. يا جدع افتح بلاش اذية، هو انا اقدر اقول له كده؟ ده انا لو رحت وقلت له كده كان يخرب بيتي. افتح الله يخرب بيتك. افتح له. سامع انا سيد، انا سيد. خش. طيب يا شيخ العرب. مدغور بقى مالك واقف كده زي روح الاعتذار. انا غور. انا معاك. يا تسمم. انا بعرف. خذ العصا، خذ العصا اللي بيها، خذ العصا. يا ناس يا هو يا اهل البلد، الغريب دخل البلد. أما في إيه يا نعيمة؟ بيتهيألي ده ما يكون في حد في الفسحة. ايه اللي جابك؟ نعيمة جدار يدخلها وقت ما انا عايز. يا ناس يا هو الغريب نزل البلد. يا ناس ما فيش عيال هيطلع من الدار دي، الناس كانت في وشنا، كفايه كده. البلد كل واحد يقفل بابه عليه. ليه هو مفيش حد؟ صباح الخير. صباح النور. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. انا مش بس جاي اطمن عليكي، انا كمان جاي اشكرك. لولا انك عرضت نفسك للخطر كانت الرصاصه جت فيا. يا ريتها جت في قلبي، يا ريتني كنت مت. ليه بتقولي كده؟ انت لطيفه ولسه صغيره، والدنيا قدامك بتضحك. الدنيا من يوم ما وعيت للدنيا ما شفتش غير الهم والغم. ليه بس؟ انت ناسي انا بنت مين؟ طب وانت ذنبك ايه؟ يا ريتني ما جيت الدنيا دي خالص. وبعدين يا نعيمه بكره كل شيء يتصلح. ويموت مش كده؟ حتى لو مات اسمه هيفضل عايش. عمري ما هشوف الراحة إلا لما أموت أنا. ما تقوليش كده امال.
خلي عندك امل. انا هسيبك بقى، وان شاء الله المره الجايه تكوني خفيتي وروحتي بيتك. سعيد. مع السلامه. الله يسلمك. فتحوا عينيكم، مش بعيد يجي يطمن عليها. ما تخافش يا فندم، انا صحيح له. انت طلعت قتال قتله ليه؟ اشمعنى انا ما طلعتش زي بقيه الناس؟ الله يجازيك يا شيخ، وانت قد السؤال ده؟ طب اسأل سؤال تاني. لو النبي يا عم غريب، اشمعنى انا طلعت كده؟ الحق الحق. مش عارف، انما اللي اقدر اقول لك عليه ان كل مرة طلعت فيها كنت يا قاتل يا مقتول. يا قاتل يا مقتول ازاي؟ كل مرة كنت اطلع فيها يا قاتل يا مقتول، فكنت بقتل. كل مرة كده؟ كل مرة. حتى اول مرة؟ لا، في دي لا. اول مرة زعلت خالص، وبتبقى صعب. انا كنت مزارع بشتغل عند واحد من الاعيان، كان حقي. طلبته مرة 2 3 مش عايز يديني. سقت عليه الناس مش عايز يديني. ازاي على يروح مني؟ اشتريت بندقية وطخيته قدام باب بيته، وقعته في الارض. خدوني على البوليس، حققوا معايا، انما التهمة ما ثبتتش عليا. خرجت من السجن، لقيت اهله كارين عليا واحد علشان يقتلني. استنى لما يقتلني؟ قتلته. لكن لا مؤاخذة يعني يا سي غريب، الراجل الاولاني لما قتلته ما صعبش عليك يعني؟ الاولاني اول حادثة عملتها زعلت كتير. قطعت الزاد والمية شهر، عييت ورقدت. ما طيبنيش الا لما عرفت ان اهله كارين عليا واحد علشان يقتلني. اقتله قبل ما يقتلني. لكن انت بتسأل السؤال ده ليه؟ اصل عايز اقتل واحد. واحد مين؟ قول لي عليه وانا اقتله لك. لا هو مش واحد معين، انا عايز اقتل اي واحد. اي واحد؟ واي واحد ازاي؟ يعني نفسي ابقى ابن ليل زيك كده واقتل لي اي واحد. امال انا ليه كنت عايز اعرفك واقابلك واشوفك. انت بتتكلم جد؟ 3 بالله العظيم بتكلم جد. جتني علشان كده؟ ايوه يا فندي، عيب يا فندي. اعلمك القتل ازاي؟ هو كوتشينه؟ واذا كان نفسك يا سيدي تقتل، المسألة بسيطة، نخليك تقتل. صحيح والنبي، صحيح. بس على شرط، هكلفك بمأمورية تقدر تعملها. اعمل ابوها كمان. خد يا سيدي 5 جنيه دي تديها لمراتي القديمة، انت عارف البيت. وبعدين تديها لوردة. وردة مين؟ وردة الغازية، مراتي التانية. تعرفش بيتها؟ انا هقول لك تروح لها ازاي. يا ده يا بنتي طعمه مر زي الحنظل. معلش يابا، بالشفا. والله ما باين شفا يا بنتي، بس انا تعباكي معايا وانت لسه خارجه من المستشفى. ما تقوليش كده يا ماما. قولي لي، ما سمعتيش حاجه عن ابوكي؟ هسمع عنه ايه يعني؟ هم بيقولوا هربان في الدورة اللي حوالين البلد. يا ترى انت عايش ازاي يا غريب؟ خليكي انت في حالك يا اما، هو انت ناقصه؟ ما هو اللي جايبه الروح. يا بنتي ما تقوليش عنه كده، ده ابوكي برضه. لو كان حاسس اني بنته وانك مراته صحيح ما كانش عمل فينا كده. ده انا كل ما بمشي في الشارع بيشاوروا عليا ويقولوا اهدي بنته. كل ما بقابل حد بيدور وشه مني. يا رب انا كنت عملت ايه في دنيتي عشان يطلعني بنت واحد بالشكل ده؟ عيب يا نعيمه الكلام ده، عيب يا بنتي. قومي يا نعيمه شوفي مين. اللهم اجعله خير يا رب.
مش ده بيت عم غريب؟ ايوه بس هو مش موجود. انا عارف انه مش موجود، انا جاي من طرفه. اعمل معروف ملناش دعوه بيه. خليه يتفضل يا نعيمة، خليه يتفضل يا بنتي. اتفضل يا ابني، اتفضل. انت مين يا ابني؟ انا جاي من طرف عم غريب. هو اللي بعتك؟ ايوه. طب اتفضل استريح يا ابني. معلش يا خالة انا مستعجل، هو بعت لكم المبلغ ده. احنا مش عايزين منه حاجه، كفايه اللي بكسبه من شغل. اسكت انت يا نعيمة، روحي انت اعملي الشاي، روحي. لكن دي مش عادته يا ابني، والغريب فين؟ وبعتك ازاي؟ معلش يا خالة ما اقدرش اقول لك، اتفضلي. رجعهم له ياما، والنبي لو خدتي منه حاجه ما نقعتلك في الدار. يا ست ليه بس؟ ارجوك يا تحت، انت ما تعرفش حاجه عن احوالنا. انت كمان تعرفي اسمي؟ انا عارفه كنت قد كده ايام ما كنا بنلعب مع بعض عند مجنة التحيم، بس الايام بتفرق، تلاقيك ولا فاكر حاجه. افتكرت، انت نعيمة الجنية. يخرب عقلك، ازاي مش فاكر؟ ده انا فاكر كل حاجة. هي الايام دي تتنسي ابدا يا نعيمة؟ لكن انت ما قلتليش يا ابني، الغريب فين؟ اهي دي يا خالة ما اقدرش ارد عليها. وانت يا ابني شفته ازاي؟ صحته؟ صحته كويسة قوي قوي الحمد لله، بس هو مشغول عليكم شوية. اتفضلي اشوف وشك بخير. لو النبي يا ابني ما انت ماشي لازم تشرب الشاي. هات الشاي يا نعيمة، هو احنا يا ابني مش قد المقام؟ العفو يا خالة، اصل ورايا مشوار لازم اروحه حالا، حاجة مرة تانية ان شاء الله. بس والنبي ليا طلب صغير، محدش يعرف اني جيت عندكم، اعملوا معروف. السلام عليكم. ازاي تقبلي الفلوس دي ياما؟ دي فلوس حرام، ازاي تقبليها؟ دي فلوس ابوك يا نعيمة، وفلوس الاب يا بنتي دايما حلال. ايوه جاي. ايوه مساء الخير. يسعد مساء. لا مؤاخذة، خش يا اخوي. واقف كده ليه حبة عين؟ ادخل اتفضل يا اخويا اتفضل. معلش يا ست وردة، انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. بطلت يا اخويا. هو ايه ده؟ الرقص. انت مش عايزني عشان فرح؟ لا ابدا. امال جاي علشان ايه يا شاب؟ انا من طرف الغريب. اهلا وسهلا. هو عايزك تروحي له النهارده. مش فاضية. انت مش بطلتي الرقص، وراكي ايه بس؟ يوه هو تحقيقني يا ابي؟ قلت مش فاضية. هو انا ما عنديش شغل للغريب؟ وطي صوتك، اعملي معروف. انت خوف؟ ما تخافش، تعال. انت تبقى قريبه؟ لا انا صاحبه. صاحبه؟ ده لازم بيحبك قوي، ده عمره ما كشفني على اصحابه. ولا يمكن مستعيلك؟ هتروحي له ولا لا؟ انت زعلت مني؟ لا مؤاخذة، اصلي بحب المنرشي. لكن انا ما احبش. يوه، وهو في احلى من منرشي؟ ما قلتليش اسمك ايه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ عايزنا نبقى اصحاب وما اعرفش اسمه. انا مش صاحبك انت، انا صاحبه هو. ماني والغريب واحد. اسم النبي حفصك وصايمة.
اعمل لك شاي؟ لا لا كتر خيرك. تشرب دخان؟ متشكر متشكر. سامع البنت اللي هيتهبلوا عليها دي؟ اهاني ما استعناهاش بنكلي. انت شفتها وانت طالع؟ ايوه. شايف بترقص ازاي؟ زي ما تكون راكبه اختها. الرقص مش كده، الرقص حاجه تانية يا روحي. انا اصلي يا ست ورده كنت. لا اصل ولا فصل، انت ضيفي واخويا واكرام الضيف اما ارقص له ولا تستعر مني. اقلع يا شيخ الدنيا حار. اصل عشان خاطر وايه اللي انت لابسها دي؟ كرافته. مالك؟ لا لا انا ماشي. وهتسيبني لوحدي؟ ما اقدرش، لازم ارجع للغريب. هتيجي معايا ولا لا؟ هو بعيد؟ في اول البلد عند ساقية ابو محمود. لا ده بعيد قوي. اقول لك نبات الليله هنا وبكره الصبح نروح على هناك سوا. يا خبر اسود، مش ممكن مش ممكن. وانا مش ممكن اتبع كلامك. انا خايفه عليك، الليل ملوش امان، ما انتش خارج. بقى ما رضيتش تيجي معاك. اصل الدنيا ليل وخافت من كلام الناس لما يشوفوها وهي خارجه معايا. وكانت في البيت ولا بره؟ لا كانت في البيت. وقالت لك ايه؟ عن ايه يعني؟ اي حاجه ولا ما اتكلمتوش مع بعض؟ في الحقيقه اول ما دخلت البيت قعدت تسالني عنك وعن احوالك وعن صحتك. ايه اللي بهدلك كده؟ ابدا، انت عارف المشوار طويل والسكه صعبه شويه. انت بتكذب عليا. انا ابدا. انت ايه اللي حصل بينك وبين ورده؟ اتكلم. انت بتخوني يا عم غريب. اقعد. انا عرفت كل حاجه. بتفكر في ايه؟ حسن،
لو حسيت في يوم من الايام ان الست اللي انت بتحبها بعتك وبتخونك تعمل ايه؟ اقتلها. هو القتل سهل يا حسن؟ على الاقل بالنسبه لك انت لازم يكون سهل. قتل الناس حاجة وقتل واحدة بتحبها حاجة تانية. انت متعرفش وردة بالنسبة لي ايه؟ قد كده بتحبها، لكن ده كتير يا عم غريب، دي ما تستاهلش. بكرة لما تكبر يا حسن وتمشي مع الايام بقية المشوار هتعرف حاجات عجيبة، وساعتها هتقدرني. ده لو كنت لسه فاكرني. الباقية في حياتك. يا ريت ما عاد لها بقية. مراتي ماتت وبنتي بتهرب مني، انا اللي قتلت امها حسن. ما تقولش كده يا عم غريب. دي الحقيقة يا حسن. حسن انا مستعد احب على ايدك. ليه يا عم غريب؟ نعيمة امها ماتت وانا ميت من زمان، ما عاد لهاش حد دلوقتي. خايف عليها تتلطم. خليك جنبها ما تسيبهاش. اطمن، نعيمة في عينيا الاتنين. صالحين على السنة. ماما سلامتك يا ماما، الكح دي ده ولا حاجة. اقعدي يا ماما، اقعدي استريحي. في حاجة يا ماما ممكن نعملها ونكسب فيها ثواب. حاجة ايه؟ بنت الغريب بعد امها ما ماتت اصبح ملهاش حد في البلد. فيها ايه يا ماما لو نجيبها عندنا هنا نقعدها في البدرون اهو فاضي، ويبقى عملنا كمان حاجة لله. يا سلام، عايزنا اجيب بنت الغريب تقعد هنا في البدروم؟ والله العظيم يا ماما كانت بتكرهه انا، دي حتى كانت بتستعر منه. وش عرفك انت؟ انا لا يعني يا ماما البلد كلها بتقول. ما كنتيش مصدقاني اسألي يا عم جبلاوي. اندهولك يا عم جبلاوي. انا هندهي عم جبلاوي. عم جبلاوي. عم جبلاوي. يا فندم. تعالى كلم ماما، عايزاك. حاضر. يا فندم. ايه حكاية بنت الغريب؟ والله يا ست هانم انا بقول البنت غلبانه ويتيمه، وتجيبيها عندك هنا وتستوري عرضها، الهي يستر عرضك. ولو اني مانيش قادرة افهم ايه اللي محمسكوا انتوا الاتنين للحكاية دي، لكن الفكرة في حد ذاتها مش بطالة. اهو على الاقل هنضمن اننا نتقي شر الغريب. طول ما بنته موجودة في البيت مش هيقدر يهوب ناحيتنا ابدا. يا سلام يا ست هانم، الله ينور عليك. انا مش عارف الفكرة دي كانت تايهة عن بالي ازاي، وكمان الغريب يحملها جميلة طول عمره. طب اجري جيب البنت معاك يا جبلاوي. حاضر يا ست هانم. اروح معايا يا ماما؟ تروح فين يا ولد؟
خش. البقية في حياتك يا بنتي، ما يكونش عندك فكر ابدا. انت هتعيشي معانا هنا زيك زي حسن ابني تمام، واذا كانت المرحومة والدتك اتوفت انا لسه موجودة، اعتبريني زيها تمام. كتر خيرك يا ست هاني. انا كنت ناوية اهج من البلد، عمر ما اتقال لي فيها كلمة حلوة، لكن برضه ربنا ما ينسانيش وبعت لي ملاك زي حضرتك. يعني كنت هسيبك تتلطمي؟ هو ده معقول؟ جبلاوي افندم يا ست هاني. وضبوا لها الاوضه وافرشوا لها السرير. من عينيا الاثنين يا ست هاني. الهي يخلي لك سي حسن ويخليك لحد ما تشوفي خلفته. كتر خيرك يا ماما. خش يا بنت خش. تعال. تريح، هروح اجيب لك الغطا واجي. الله، انت بتعيطي ليه بقى؟ مش كفايه عياط؟ اقعدي اقعدي. كفايه عياط بقى يا نعيمه. انا اللي مزعلني انها ماتت بسببه، هو اللي عياها، هو السبب. انت للدرجات دي بتكرهيه؟ انا بكرهه على قد ما اي بنت بتحب ابوها واكتر كمان. يمكن لو تعرفيه كويس ما كنتيش تقولي عنه كده. ده بيحبك قوي يا نعيمه. واعمل بحبه ايه؟ طيب بس هدي اعصابك، مش كده؟ عشان خاطري انا تحاولي تنامي، الصباح رباح. تصبح على خير. وانت من أهلي. استريح، تصبح على خير. وانت من أهلي. مالك يا حسن واقف لوحدك ليه؟ ابدا مفيش حاجه. هاي اللي واخد عقلك الجو اللي هسعقلك يا عم، الله يسهل لك. جو ايه يا استاذ عزيز؟ ايوه استهبل يا اخويا استهبل. بنت الغريب. مالها بنت الغريب؟ بذمتك ما بتحبهاش؟ انا بحبها. ايوه امال يا اخويا، امال ايه؟ امال ما قاعد عندك في البيت ليه؟ عشان تلعبوا طاوله سوا اظن. اسمع يا عزيز، حاسب على كلامك. بيغير عليه يا عم. اسمع بقى يا سيدي، امتى هنفرح بيكم ان شاء الله؟ اسمع بقى الهزار بتاعك ازاي. ما تبص بقى مجدي. ايه ده؟ ايه حركات العيال؟ والله لا اوريك يا حسن. خلاص بقى يا اخي. اقعد انت. الله. حسن انت زعلت بصحيح؟ يعني ما سمعتيش قال ايه يا سلوى؟ بيهزروا معاك يا اخي. ايوه بس الهزار مش في الحاجات دي. يبقى صحيح بتحبها. يا سلوى انا مفيش بيني وبين نعيمه اي حاجه. وافرض يا اخي بتحبها، هو الحب عيب؟ صحيح. صحيح طبعا. وفيها ايه لما اتنين يحبوا بعض؟ يعني لو في مثلا يعني واحد بيحبك وعايز يتجوزك، توافقي؟ لو بحب. وهو يعرف ازاي انك بتحبيه؟ الحب عمره ما يستخبى يا حسن. يعني مثلا كل الشلة عارفة اني بحب. صحيح يا سلوى، وانا كمان بحبك. بتحبني انا؟ وعايز اتجوزك. تتجوزني انا؟ ايوه. موافقة يا سلوى؟ لكن يا حسن انا ما اقدرش اضحك عليك. يعني ما بتحبنيش؟ انا بحبك زي اخويا يا حسن، لكن عمري ما حسيت ان انا وانت نتجوز. في حد تاني؟ ايوه.
ممكن اعرفه؟ كمال. حسن، مسيرك هتلاقي الإنسان اللي تحبك. ما افتكرش. عم غريب، عم غريب. اهلا سي حسن. لا مؤاخذة، عيني غفلت. مش معقول، ده أول مرة عينك بتغفل فيها. تعبان يا حسن، تعبان. تعبان ولا زعلان؟ الله أعلم إذا كنت تعبان ولا زعلان. معلش يا عم غريب، تلاقي لك مدة ما اكلتش، أنا أجيب لك أكل معايا أهو. يا خسارة تعبك، والليلة ماليش نفس. الله، وهنعمل إيه في كل ده؟ نفحت له وندفنه ونعلم عليه، وبعد كده هنروح مشوار. هنروح فين؟ بعدين تعرف. ايوه، ارسم كده. صبر طيب. بس أنا زعلان منك. ليه؟ مش الراجل بيتربط من لسانه؟ مظبوط. طب انت كنت وعدتني بايه لو قمت لك بالمهمتين اللي كلفتني بيهم؟ وعدتك بايه؟ تعلمني اقتل ازاي؟ اقتل، مش فاكر؟ ايوه صحيح، وعدتك وخلفت. يبقى خلاص، انا عايزك تنفذ وعدك الليله. وهو كذلك. انت بتاخدني على قد عقلي ولا ايه؟ ابدا وحياتك، انا بتكلم جد. يعني هتخليني اقتل؟ تعال ورايا. على فين؟ ما تسألش، يمكن نقتل يمكن نتقتل. انت لسه على البر، تروح بيتكم ولا تيجي معايا؟ اروح؟ لا، هاجي معاك. دستوركم يا رجاله. دستورك معاك. اتفضلوا. انت بتقول لهم كده ليه؟ امال مش لازم نستأذن؟ وهم مالهم؟ هو الطريق ملكهم؟ دول ولاد الليل يا حسن، كل الناس بيعيشوا بالنهار لكن دول ما يعيشوش الا بالليل. دستوركم يا رجاله. دستورك معاك، اتفضل. عشت. شايف بيقولوا لي دستوركم ازاي؟ دول فاكرين ابن ليلى انا راخر. انت خايف؟ لا. مستعد لأي حاجة؟ اي حاجة. شايف الناس اللي هناك دول؟ مين؟ شلبي. شلبي مين؟ اخويا وحبيبي، وحشني من زمان. عشان كده عايزك تعمل حاجة، تخش تخطف بندقية الغفير وتهوشهم، هنموت على روحنا من الضحك. ايوه والله يا شلبي يا اخويا، الواحد ما عارف يعني هم الدنيا وهم العيال. لكن انا اقول للواد قوم يا واد روح المدرسه، يعمل نفسه نايم ويقول على العيان قلت لهم قوم يا هاتوا له الحكيم يشوفوا يعمل فيه ايه. برضه حط راسه على المخده. حسك عينك تنطبع حرف واحد، فاهم؟ شيل. هدي هناك. تعال معايا. لسه عايز تتعلم القتل؟ انطق. بس بس دم يعني تعويره
بسيطة. اسمع، انا عايز اشوف نعيمة. روح شوف لي الطريق. يلا يلا. مين؟ افتحي يا نعيمة، أنا حسن. عايز حاجة يا سي حسن؟ افتحي الباب يا نعيمة، افتحي، عايز أقول لك حاجة مهمة. لا لا لا، ما تولعيش نور أحسن حد يشوفنا. اسمعي، أبوك هيفوت عليك هنا الليلة دي عشان عاوز يشوفك. ها؟ طيب بس تعمل معروف اخرج دلوقتي. الله، أنت خايفة مني؟ لا ابدا، بس اخرج دلوقتي يا سي حسن. نعيمة ما تخافيش. انا مش خايفة. ماما بره، امشي اطلعي بره. نعيمة مظلومة يا ماما، مفيش بيني وبينها أي حاجة. انا قلت بره، مستنيه ايه؟ لو هوبتي ناحيه البيت ده مره تانية هسلمك للبوليس، انت فاهمه؟ امشي اطلعي بره بره. نعيمة تعالي هنا، رايح فين يا ولد؟ يا ماما حرام عليكي، نعيمة مظلومة يا ماما. اخرس يا كلب. يا ماما أنا كنت جاي عشان أقول لها إن أبوها جاي يشوفها الليلة دي. ايه؟ الغريب؟ وانت منين عرفت انه جاي لها الليله دي؟ انت تعرف الغريب يا ولد؟ اتكلم، انت تعرف الغريب؟ أيوة أعرفه من زمان، وأنا وهو أصحاب كمان. اصحاب؟ وكمان بتتبجح وبتقولها قدامي يا امشي اطلع الأوضة، اطلع فوق. بس يا ستي، لقيت لك المكان الوحيد اللي ممكن تقعدي فيه وانت مطمئنه. صحيح؟ فين؟ عندي في البيت. يا خبر يا سي كمال، ده كان ابويا يقطعني حتت. الكلام ده لو حد عرف انك عندي. لكن انت ايه اللي زنقك على كده؟ قصدك ايه؟ تقعدني عندك ليه وتعرض نفسك للخطر؟ ما تنسيش يا نعيمه انك قبل كده عرضت نفسك للخطر علشاني، وان اي شيء اعمله مش ممكن يتساوى مع الشيء اللي انت عملتيه عشاني. بس بقى في طلبين ليا عندك. ايه هم؟ اولا تبطلي عياط. ايوه اهو كده. ثانيا اوعي تفتحي لحد، ان شاء الله حتى يكسر الباب عليكي. كل اللي تقوله همشيه بالحرف الواحد يا سي كمال. ايوه اشربي الشاي بقى. في النور يا جبلاوي خلينا اشوفك. وقف عندك ما تتحركش. وبترفع عليها سلاح؟
نزل سلاحك يا جبل قوي. بنت فين؟ بالامان. هي مش كانت هنا؟ لما عرفنا انك جاي نقلناها. وعرفتوا منين ان انا جاي؟ من حسن. حسن؟ مين حسن؟ حسن ابني. ايه مستغرب؟ ما هو من ساعة ما قال لنا واحنا منتظرين تشريفك. استنيتوني حاف كده؟ ما بلغتوش البوليس ليه؟ مالنا احنا ومال البوليس يتدخل بينا؟ الهبل بس هم اللي يدخلوا البوليس بيناتهم. انت عايزه ايه؟ عايزه اتكلم معاك. اتفضلي. اتفضل انت استريح. انا الكلام معايا دايما بيكون على الواقف كده. اسمع، انت عايز بنتك تعيش معانا هنا مرتاحه 24 قراط؟ واذا كنت عايز كده طلباتك ايه؟ تبعد عن حسن. حسن انت عماله تكلميني عن حسن، انا ما اعرفش حسن. اسمع بلاش لف ولا دوران. حسن قال لي على كل شيء، قال لي انكم اصحاب وانا مش عجباني الصحوبيه دي. ايه رايك بقى؟ طب ليه ما تكلميش ابنك في الموضوع ده؟ ابني انا هعرف شغلي معاه، انما اللي عايزاه منك انك تساعدني. ابنك راجل ويقدر يساعد نفسه. ابني عيل ما يعرفش مصلحته، ولو ما كانش عيل ما كانش راح لك انت وصاحبك. دي عملة رجالة مش عملة عيال. أسرة عايزة ايه؟ انا مش بكلمك كمجرم، انا مش بكلم الغريب اللي مدوخ البلد، انا بكلمك كأب. طبعا تقدر عطفة الابوة، انت تهمك مصلحة بنتك وعايز تصونها، انا كمان يهمني مصلحة ابني وعايز احميه منك. طبعا انت مقدر موقفي. كل اللي بطلبه منك انك تبعد عن حسن، او على الاصح تبعده هو عنك، ولك عليا ان بنتك تعيش هنا معايا واشيلها في عينيا الاتنين. اتفقنا. بس عايز اشوف بنتي. تعالى بكره وانت تشوفها. بكره ما اقدرش اجي. بعتها لي مع جبلاوي. ابعتها لك فين؟ الحته بتاعت عماول يا جبلاوي، مش هتقدر تنساها. دلوقتي ما حدش ماكو يتحرك لحد ما اخرج من هنا. حركه واحده مش عايز. اهو وصل يا ست هاني. تعالى هنا. راحت فين؟ ما اعرفش. انت مش جريت وراها؟ ما حصلتهاش. وبعدين بقى ما احنا لازم نلقاها. جبلاوي يا فندم. انت مالكش شغله بكره الصبح الا انك تدور عليها وتطلعها من تحت تقطيع الارض. من عينيا يا ست هاني. وانت يا حسن اطلع وضب شرطك وهتسافر مصر بكره الصبح. يا ماما الاجازه لسه ما خلصتش. انت بتعارضني يا ولد؟ يا ماما انا بقول رايي وخلاص. وانت كمان بترمي كلمه الارض قدام الغريب. يا ست هانم كلمتك على عيني وراسي، ده انا يهون عليا الموت والعصاية، لكن كل كوم ونرفع بندقيتي على الغريب كوم. ترضي ان سي حسن يرفع صوته عليكي؟ اهي دي زي دي تمام. نهايته احنا مش هنتحاسب دلوقتي، خلينا في المهم. تفتكر ان الغريب هيمسك كلمته؟ شوف يا ست هانم، قولي عليه زي ما تقولي، حرامي مجرم قطع طريق، انما ما دام اداكي كلمه هي الكلمه. بس ايه يا جبلاوي؟ بس يعني لو خدت رايي كل ده مش هينفع. ايه اللي مش هينفع؟ هتبعديه عن الغريب هيلوف على غيره، والشاب من دول لما بيوصل السن دي بيبقى جواه ركية نار مش عارف يوديها فين. طب والعمل؟ نطفيه. ايه دي اللي تطفيها؟ يعني نجوزه يا ست هاني. انت بتخرب بتقول ايه؟ عايزني اجوز ولد لسه تلميذ؟ انت اتجننت يا جبلاوي؟ يا ست هانم الناس بتعلم ولادها علشان محتاجه، وحضرتك بسم الله ما شاء الله الخير كتير، ومسيرك هتجوزيه، وان ما كانش النهارده هيكون بكره، وبكده نربطه بحته سنيوره حلوه تقوم تلهيه عن الغريب. طب بس بلاش كلام فارغ، روح شوف شغلك روح. حاضر يا ست هاني، تصبحي على خير. عقبال ما نشرب شرباتهم. يعني موافقه؟ ما وافقش ليه؟ هو احنا هنلقى احسن من حسن؟ ها وانت ايه رايك بقى يا عمر بيه؟ من جهتي انا ما عنديش مانع. المهم هي ما هي موافقه. انا قصدي العروسه سلوى، يعني مش لازم توافق. معقول برضو. بالاذن يا عمر بيه. الله ما بدري. معلش ابقى اجيلكم مره تانية.
انستي وشرفتي. الله يحفظك. مع السلامه. انت فاكرني عيل بتضحك عليا؟ انا افتكرك عيل ازاي وانت راجل زيك تمام. امال ما نفذتش الاتفاق ليه؟ اتفاق ايه؟ طبعا نسيه، مع اني نفذت لك كل حاجه قلت لي عليها. عايز تقتل يعني؟ كويس انك لسه فاكر. طيب يلا بينا. على فين؟ مش عايز تقتل؟ ايوه. طب يلا بينا، انا هخليك تقتل. اي الوجع اشتد قوي يا حسن، معلش هتسند على كتفك. يلا. البندقية ايه؟ واول واحد يجي علينا اقتله. مش تعلمني اقتل ازاي؟ القتل مش عايز علام، اللي عايز يقتل بيقتل. يا دوب تدوس على زناد فيموت اللي قدامك وتتحرر انت وتبقى راجل. انا مش بهزر، ما هو لو ما كنتش انت هتساعدني انا هروح لاي حد تاني. للدرجة دي؟ ايوه للدرجة دي. اول ما تشوف حد جاي انسى نفسك خالص وبص له، وما تنشنش الا لما يقرب عليك، واوعى تتردد لا يقتلك هو. خليك فاكر، يا قاتل يا مقتول. ومين عارف، يمكن حظنا يضرب ويطلع متريش. على العموم بعد ما يخلص تروح تفتشه وتجيب اللي معاه، واوعى يقع منك حاجه. اهو واحد اهو يا عم غريب. حرام حرام. نفدت بجلدك. نفدت ازاي؟ البلطة دي كنت مجهزها لك عشان اخلص عليك. ليه؟ عشان اخلص العالم والدنيا منك. لو كنت قتلته كنت انصعرت وبقيت زيي، عشت زيي، يا قاتل يا مقتول. روح لبيتك واهلك. لا مش هروح. قلت لك روح لبيتك واهلك احسن لك، واوعى اشوف وشك هنا تاني. امشي امشي. الله. نعيمة انت نمتي ولا ايه؟ الظاهر ان انا حلمت كمان. طب خش استريحي. يمكن تعوز حاجة. لا ابدا، لو عوزت حاجة هعملها بنفسي. يلا تصبح على خير. وانت من بعد. اتفضل. الحمد لله اللي لقيتك يا كمال. 3 مرات جيت لك الصبح ما لقيتكش. ياه 3 مرات؟ ليه بقى، في حاجة؟ حاجة مهمة خالص. وما كنتش قادر تستني للصبح ولا ايه؟ لا ما كنتش اقدر استنى للصبح. اصل يعني اتفضل. كمال. ايوه يا سلوى. انت لسه مصمم ما تقابلش بابا غير بعد ما تقبض على الغريب؟ ايه لزوم الكلام في الموضوع ده دلوقتي؟ احنا مش اتفقنا من زمان؟ ايوه بس زمان غير دلوقتي يا كمال. ليه بقى؟ مالك يا كمال؟ ابدا مفيش حاجة. امال بتبص الأوضة دي ليه؟ انا؟ لا ابدا. في حد عندك؟ عندي انا؟ انت عارفة ان انا ساكن لوحدي. نتكلم بقى في المهم. اسمعي. انا اسفة، الظاهر انا جيت في وقت غير مناسب. على العموم انا جاي اعزمك، انا هتجوز حسن. ايه؟ هتتجوزي؟ ليه لا؟ حسن ولد كويس وله مستقبله، واهم شيء انه بيحبني. انت
بتحبها. وهتسيبها تتجوزه. بتعيطي ليه يا نعيم؟ انا السبب في اللي حصل. لا ابدا ابدا. ارجوك تروح تفهمها على الحقيقة. خش انت استريحي. يلا. ايوه يا زكية هانم خير كده. لك حق جه العفاريت. طب وليه ما تجوش في الفيلا عندنا؟ بالعكس الفيلا هنا واسعة وتستعمل حبايب ألف. مع السلامة. كلمي مين يا ماما؟ زكية هانم. تعالى اقعد جنبي يا سمسم. لا انت اعصابك مش عجباني ابدا اليومين دول. ليه يا ماما؟ مفيش حاجة، أنا كويس خالص. يجوز. المهم انت مش كنت طلبت مني طلب؟ طلب إيه؟ اني اجوزك سلوى. أيوة لكن حضرتك رفضتي. لكن رجعت ووافقت، وسلوى كمان وافقت، وهتقدم لها الشبكة الليلة. مش ممكن يا ماما. ايه هو اللي مش ممكن؟ ازاي الحكاية دي تتم بسرعة كده؟ يظهر انها بتحبك قوي. ده انا يا دوبك طلبتها من اهلها امبارح، وامها دلوقتي بتكلمني في التليفون تقول انهم موافقين. غريبة دي. ايه اللي غريب في كده؟ مش هي دي اللي كان نفسك تتجوزها؟ فعلا. سلوى، ممكن افهم ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ انت ازاي وافقتي على الخطوبة دي؟ انت مش مبسوط؟ وكمال. ارجوك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده. اذا كنتوا زعلانين مع بعض يا سلوى، ده مش معناه انك ترضي باي جوازة والسلام. الجواز مش لعبة. انا فاهمة يا حسن، اللي بيني وبين كمال ما كانش حب. انا كنت فاهمة غلط، يمكن كنت معجبة بيه، بس تريحني. طب والكلام اللي انت قلتيه عنه؟ ارجوك تنساه، واوعدك هحاول على قد ما اقدر اني اساعدك. مش عارف اقولك ايه، لكن من ساعة ما صرحتيلي انك بتحبي كمال وانا... في واحدة تانية يا حسن. مين يا حسن؟ مش عارف يا سلوى. حسن انت خايف تقولي؟ انا خايف من نفسي، خايف لو جوازنا ده تم اعذبك واعذب روحي. سلوى فكري كويس، عن اذنك. نعيمة، بتعملي ايه هنا؟ ايه اللي جابك؟ ما تسألنيش. كمال فين؟ خرج. تعرفيش راح فين؟ رحت له نقطة ما لقيتوش، عايزه ضروري. اتفضل استنى. اعمل لك قهوة؟ متشكر. ولا تحب اعمل لك شربات؟ اشمعنى؟ مش خطوبتك الليلة؟ مين اللي قالك؟ ما هي ست سلوى كانت هنا ليلة امبارح. سلوى كانت هنا؟ وشافتك؟ ايوه،
اتجوزها. ليه بتسألي؟ اصل سي كمال بيحبها وهي كمان بتحبه. انا عارف يا نعيمة، عارف. وهتتجوز واحدة بتحب واحد غيرك. ماما عايزة كده. وانت بتحبها. كان زمان. ودلوقتي؟ دلوقتي انا بقيت زي الغرقان اللي مش عارف يرسيله على بر. امال العريس فين يا عنايات هاني؟ اصلي بعته مشوار صغير. اصل سلوى على نار مستنياه. لا معلش ما تقلقيش يا حبيبتي، زمانه جاي. ودي عامله تعمليها يا سلوى؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه؟ تستني لما يقول لك دي مين، مش يمكن تكون قريبته؟ مش تسيبيه وتوافقي على جوازك من حسن؟ على العموم اللي حصل حصل، وانا مش ممكن ارجع في كلامي. لا يا سلوى، انت غلطانه، لازم تفكري قبل ما يفوت الاوان. عقبالنا يا ست الكل، عقبالنا. عقبالنا يا حبيبي، عقبالنا. ايه بتضحكوا على ايه؟ عشان ما هي طويله ولا قصير؟ طب وايه هي؟ نابليون يتجوز واحده اطول منه. يلا سيبك منهم، يلا يا زميلي يا حبيبي يلا. ها وانت يا سي عزيز مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ يا عيني عليها. هي مين؟ اللي هتتجوزك. في واحده تطيق تقعد مع واحد معقد بالشكل ده؟ الموضوع مش موضوع الشكل، المهم الشخصيه. لا وانت الصادق، المهم الاخلاق ورضا الوالدين. لا والله حادق. الله، ده العريس جه اهو. اهلا يا عريس، تعال. ايه يا عم انت كنت فين؟ راجع لك يا مجدي. راجع لي؟ حسن، انت كنت فين؟ اصل يا ماما انا اصل ايه؟ فوت قدامي. في حاجه يا عزيز؟ يعني انت كنت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ على ايه؟ لما قلت لي ان مفيش واحده ترضى تتجوزني. انت زعلت ولا ايه؟ انا كنت بضحك. كنت فين؟ كنت في مشوار صغير. مشوار ايه؟ ابدا، كنت بجيب حاجه. حاجة ايه؟ يا سلام عليك يا ماما بقى، هو تحقيق. ما تكدبش عليا، انت كنت مع الغريب مش كده؟ يا ماما بقول لك ما تكدبش عليا. الحقيقه قابلته الصدفه وقعد يسالني على بنته وايه؟ وبس يا ماما، اديني جيت اهو. انت ما قابلتوش صدفه، انت رحت له. وافرضي يا ماما اني حتى رحت له. ورحت له فين؟ في حته كده. عيب تكدب عليا يا حسن، انا مامتك. اذا كنت عايز تعمل راجل زي ما بتقول خليك شجاع وقول الحقيقه. ايوه، رحت له وقابلته عند الكوبري اللي في اول البلد. وهو قاعد هناك؟ ايوه قاعد هناك. يا ماما حرام عليكي، ده مجروح في رجله ومتعور. مسكين. تعرفي يا ماما، انا حتى بفكر اننا نجيبه عندنا هنا ونعالجه على حسابنا. الراجل ده كويس قوي يا ماما، لو تعرفيه على حقيقته ما كنتيش تخاف عليا منه بالشكل ده. ومين قالك ان انا خايفه عليك منه؟ يا سلام، هو في حد في الدنيا يخاف على ابنه من الغريب؟ وبتقول انه مجروح ومتعور. طب نجيبه عندنا ونخلي الدكتور بتاعنا يعالجه. بتتكلمي جد يا ماما؟ طبعا. انت ملاك ورحمه ابويا، انت ملاك، وانا احلف لك بشرف يا ماما اذا جبناه وعالجناه ما هيكون لي بيه اي صله بعد كده ولا هعرفه ابدا. يا حبيبتي يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. حسن. ايوه يا ماما. اطلع غير هدومك يا حبيبي. حاضر يا ماما. البس انهي بدله؟ بدلتك الجديده يا روح ماما. حاضر. اديني المركز. النقيب كمال حمدي. مين؟ كمال؟ ايوه انا. اسمع اللي هقوله لك كويس. ايوه عناد هاني. فين؟ عند الكوبري اللي في اول البلد؟ ايوه عارفه. ولازم تقبض عليه حالا. ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل اللي لازم يتعمل يا سي حسن. خساره كل ما اقول عليك انك بقيت راجل الاقيك بتفكر زي العيال تمام. لكن انت وافقت يا ماما. وافقت. وصدقتني عيل. يعني كنت بتضحكي عليا؟ بس يا ولد بلاش غلبه.
امشي اطلع البس هدومك. مش هلبس هدومي. اخرس ومش هلبس في البيت كمان. ولد كفايه بقى. انت فاكراني ايه؟ لعبه في ايدك تحركيها زي ما انت عايزه؟ انا بني ادم ليا قلب وعندي احساس. مش كده يا حسن. الله ارجوك يا مجدي، ارجوك كفايه بقى. مش عايز حد يتحشر. من هنا ورايح هتصرف زي ما يعجبني، واللي على كيفي انا هعمله. حسن حسن عم غريب، ومن هنا بسرعه عم غريب. انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني ابدا؟ امي بلغت عنك البوليس وزمانهم جايين يقبضوا عليك. تقول ايه؟ مش ممكن. يبقى لازم اهرب من هنا. لازم. فين يا عم غريب؟ قريب عند الساقية اللي هناك دي. طب يلا بسرعه. يظهر الضيوف وصلوا. حسن، انت خايف عليك. لو طلبت منك خدمة تعملها احلف. وحياة عم الغريب. خد ده. هعمل ايه بيه ده؟ تقتلني. ما تخليش البوليس يقبض عليا. اقتلني يا حسن، اقتلني. انا اقتلك؟ ده مش ممكن ابدا. لو انت ما عملتهاش غيرك هيعملها. سلم نفسك يا غريب، المكان محاصر من كل ناحية. مش قلت لك؟ اسمع يا غريب، بعد دقيقة واحدة لو ما خرجتش هنضرب في المكان. قوة تستعد. ابني ماله يا نتهان؟ ابني مع الغريب. طب هدي نفسك ما تخافيش. استنوا شوية. حسن، ما تخافش يا حسن، كلها لحظات وهنقبض عليه. سامعني يا حسن؟ ابني ما بيردش، ابني قتلوه، ابني قتلوه. حسن هتعمل ايه؟ هقتل اي واحد يجي هنا. لا يا عم غريب، ضمي. ما يهمنيش، هي اللي حكمت على روحها بالموت. اوعى. حسن عم غريب، رد عليا يا عم غريب. ما كانش قصدي، لكن لقيتك هتموت امي. فاضي. امال ليه عملت كده؟ عشان احقق املك واخليك بطل وراجل قدام الناس. انت قتلت الغريب يا حسن. حسن عملت ايه يا حسن؟ عملت ايه يا حسن؟ نعيمة امانة في رقبتي. كده يا حسن كده. تعال يا بنتي، تعال يا حبيبتي.